ألف مبروك لأجدد عروسين في الوسط الفني، محمد رمضان وياسمين عبد العزيز. نمبر 1 ووحش الكون فاجئوا كل جمهورهم بقصة حب قوية جدا كبرت ما بينهم الشهور اللي فاتت. رمضان قال لها تعالي عوضك عن كل اللي فات يا وحش الكون، ده انت هتشوفي معايا العز، وجاب لها خاتم ألماس ب1,000,000 جنيه، وناويين يعملوا فرح ولا ألف ليلة وليلة. ورد فعل أحمد العوضي عمركم ما هتتخيلوه. بس يا ترى ازاي قصة الحب دي حصلت اصلا وايه تفاصيلها؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. محمد رمضان وياسمين عبد العزيز نجمين محدش يختلف على شعبيتهم وحب الجمهور الكبير قوي ليهم، لكن محدش كان يتخيل تماما ان يكون ما بينهم قصة حب. ومن فترة الانباء دي بتتقال بس محدش كان بيصدق، ومصادر كتير بتأكد ان الاتنين دايبين في بعض دوب، والجمهور بيقول طب ازاي يعني؟ ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ طيب واحمد العوضي لحقت تنساه؟ الحكاية بدأت بان ياسمين عملت لايك لمحمد رمضان على الانستجرام، مع ان ياسمين معروف عنها انها ملهاش في السوشيال ميديا قوي، يعني لا عمرنا شفناها بتعمل لايكس ولا حتى كومنتس الا نادرا قوي. المهم الموضوع تطور وهما الاتنين بقوا ينزلوا صور في اماكن شبه بعض. الجمهور وقتها بقى قال بس خلاص كده هما الاتنين وقعوا في حب بعض، واكيد مخبيين علينا لحد ما يلاقوا وقت مناسب يعلنوا فيه، خصوصا ان رمضان المفروض انه متجوز وكان دايما بيقول انه بيحب مراته، وياسمين لسه يدوبك بتفوق من انتهاء علاقتها مع احمد العوض. اما بقى عن الفرح، على حسب الانباء اللي انتشرت يعني ان المفروض هيكون قريبا جدا، وقيل انه هيبقى ولا ألف ليلة وليلة، هيقعد 3 ايام وليالي في اكبر فنادق في شرم الشيخ، والشبكة كانت خاتم ألماس ب1,000,000 جنيه، ده غير القصور اللي عند محمد رمضان. والله اللهم لا حسد العز اللي هتعيش فيه، وكلنا عارفين ثروة رمضان تسوى كام. واول ما انتشرت اخبار ارتباط ياسمين، انتشر على طول اخبار ان العوضي دخل في حالة اكتئاب، وانه كان مصدوم من اللي هي هتعمله، وازاي هترتبط بالسرعة دي، خصوصا يعني انها ظهرت مؤخرا في برامج تلفزيونية كتير واكدت ان حب حياتها الوحيد والحقيقي هو العوضي، وان مفيش لا قبله ولا بعده. طب ازاي؟ الجمهور اتقسم لنصين بعد الحكايات دي. نص قال ان ياسمين بتعمل كده عشان تخلي العوضي يغير وتستفزه، خصوصا يعني ان بقى دلوقتي في بينه وبين رمضان منافسة كبيرة، وده طبعا لانهم قريبين لبعض في كل حاجة حتى في الستايل بتاع المسلسلات. والنص التاني من الناس قال ان اللي العرافة ليلى عبد اللطيف تنبأت بيه اتحقق، خصوصا انها قالت ان ياسمين ما تقدرش تعيش من غير حب، وكلها كام شهر وهنشوفها في قصة حب جديدة تفاجئ كل الناس، ومحدش هيتوقع مين الشخص الجديد. لكن في الحقيقة كل الكلام ده فنكوش وملهوش اي اساس من الصحة، واتقال لمجرد لايك واحد اتعمل من ياسمين